عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نسطب الأندرويد ستوديو. في البداية هنخش الأول ننزل حاجة اسمها جافا جي دي كي. هسيب لكم الرابط ده تحت الفيديو. في البداية هنقول له أكسبت ونختار احنا شغالين بويندوز كام، 32 أو 64. تاني حاجة بعد ما نسطب الجافا جي دي كي هنخش على اندرويد ستوديو ونعمل له داونلود. طبعا انا هعمل لهم داونلود وهوريكم ازاي دلوقتي نقدر نسطبهم ان شاء الله. بعد ما عملنا داونلود هوريكم ازاي دلوقتي نقدر نسطب الاندرويد ستوديو والجي دي كي. هنبدا الاول بالجي دي كي. هو تسطيبه سهل ان شاء الله. نيكست نيكست وهو بيسطب مع نفسه. ثواني. ده نيكست نيكست. لحد ما هو يطلع لي رسالة وهيقول لي انه اتسطب مع نفسه خلاص. حمل بقى اندرويد ستوديو. بعد ما حملنا الجي دي كي هنحمل دلوقتي الاندرويد ستوديو. الاندرويد ستوديو فيه حاجتين هنا هو بيبقى عامل عليهم علامة صح، لو مش عامل عليهم يعمل تشيك عليهم، اللي هو الاس دي كي والفيرتشوال ديفايس. كده ادوس نيكست نيكست انستول. هو بقى هيبدأ عملية التحميل لوحده، وبعد ما يخلص تحميل ان شاء الله هفتح البرنامج واوريكم. بعد ما خلصنا تسطيب الجي دي كي والاندرويد ستوديو هنبدأ نفتح برنامج الاندرويد ستوديو. ان شاء الله لو حد واجهه اي حاجه في التسطيب او طلع له اي مشاكل يا ريت يكتبها لي تحت الفيديو او في الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وان شاء الله هرد عليه. هو ده شكل الاندرويد ستوديو، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنبدا نعمل اول بروجكت. في الحلقه اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حاجه، وان شاء الله استنوني الحلقه الجايه.